اوكي. هلو everyone. انا جدا سعيد انه جيتوا واخذتوا من وقتكم حتى تستفادون. ورشتنا لليوم اللي هي learn how to learn، تعلم شلون تتعلم. قبل ما ابدي بموضوع الورشه وشنو هي الورشه، انتم اصلا شنو معنى اتعلم شلون تتعلم؟ حاعطيكم فد مثال بسيط، انه مثلا الطفل اول ما يجي للدنيا حدي مثلا شلون يتعلم يحكي، حدي يتعلم يقول دا ما دا لحد ما يبدي يقول بابا، لحد ما يقول ماما. هذا كله حيتعلم عن طريق انه حبدي يسمع الناس شلون تحكي، انه بعدين هو راح يحكي بطريقه تمام، انه يعني طريقه مثلنا احنا اللي بالغين. فهو ايش سوى؟ اول شيء سمع، عرف شنو المعلومه، بعدين طبق هاي المعلومه وبدا يكررها حتى يقدر يتعلمها بشكل صحيح، بعدين تعلمها وبدا يسويها. فهذني الخطوات هي الطريقه اللي تعلم بيها. فاحنا البشر بطبيعتنا لازم نعرف شلون نتعلم حتى نتعلم في شيء بسيط او الشيء اللي نريد احنا نتعلمه. مثلا الانجليزي اللي هو موضوعنا اليوم راح يكون نهتم بالانجليزي، لكن راح اشوفكم شنو الاشياء اللي راح تاخذوها ان شاء الله بالورشه. الورشه راح تختص بتعلم وتطوير اللغه الانجليزيه، والمحاور اللي راح تكون موجوده انه اصلا الانسان شلون يتعلم، كيف يتعلم الانسان، بعدين كيف يتعلم الانسان اللغه بشكل افضل، وشنو تركيزها على العقل. راح نشرح هذا، راح يكون شوي راح ناخذ بيه وقت هوايه هنا، لان راح نحكي بيه علم نفس واحياء وهواي اشياء تختص البشر، وراح تكون فد شيء كلش مثير للاهتمام، كلش انترستنج. اوكي. الشيء الثالث واللي هو الشيء الاهم اللي هو طرق تعلم اللغه. راح اعطيكم طرق، هذين الطرق احنا راح نطبقهن سوا حتى تعرفون شلون احنا نقدر نطبقهن ونستفاد من عندهن. اما الاخيره واللي هي الامتع، راح تكون اكو ممارسه ونقاش بالانجليزي عن الاشياء اللي اخذتوها بالورشه وتتناقشون بها بيناتكم. اوكي؟ اكو سؤال لحد الان؟ ماكو سؤال؟ اكيد ماكو سؤال؟ تمام. اول موضوع راح نبدي به اللي هو شلون يتعلم الانسان. مبدئيا الانسان لما نريد يتعلم معلومه راح يتعلمها عن طريق المدخلات والمخرجات. احنا البشر عباره عن مدخلات ومخرجات. حتقولوا لي شنو المدخلات والمخرجات؟ احنا شلون نستقبل معلومه؟ عن طريق الحواس الخمسه. من اللي يعدد لي الحواس الخمسه؟ السمع، البصر، الشم، اللمس. خمسه. ذني الخمس حواس. برايكم يا هي اكثر حاسه تدخل لنا معلومات؟ السمع، السمع والبصر. تذوق مثلا؟ شلون؟ اللمس تكتب المعلومات. اللمس. حسن، يا هي اكثر حاسه تدخل معلومات برايك؟ السمع. زين. الانسان يتعلم منها. تمام. اكثر حاسه تدخل معلومات هي البصر. ليش؟ حطيكم مثال عراقي كلش معروف عندنا اللي هو العين تشبع قبل البطن. مثلا لما تجيك انت مثلا في الصينيه زينه، صينيه بها دولمه، تمن، مرقه، يعني ما لذة وطعم مثل ما يقولون. او الناس اللي تحب الاشياء السريعه، مثلا تجيك كنتاكي، يجيك برجر، وهاي هذين الشغلات اللي انت بطنك تحبهن. مثلا انت راح تشبع وعرفت شنو اللي قدامك عن طريق بصرك، والنسبه اللي تاخذها البصر من ادخال المعلومات هي 85% من المعلومات اللي تدخل للدماغ اصلا. فباقي الحواس مثلا اللي بعدها تجي هي السمع، بعدين الشم، بعدين التذوق، بعدين اللمس. ليش؟ مثلا انا لما اريد اعرف مثلا انسام، انا اريد اعرفها، اول شيء انا لما شفتها عرفت ان هي انثى، عرفت انه شنو هي لابسه، عرفت شنو يعني تفاصيل عنها. بعدها هي ما حاكيه، فبعدني ما مستخدم السمع. بعدين اني مثلا العطر اللي هي حطتها بعدني ما شامه، وكذا 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 وكذا. البصر هي اكثر حاسه نستخدمها حتى ندخل بها معلومات، وهي تاخذ 85 فما اكثر، يجوز اكو يقولون 87 واكو توصل ل 90 بحسب المعلومه اللي انت تاخذها. فاذا احنا عقلنا برمجنا انه احنا واعيين على الطريقه اللي نتعلم بيها، راح نتعلم بشكل اسرع. فعلى هذا الاساس احنا راح نخلي خطه نتعلم بيها اللغه بشكل افضل. وهذا راح يقودنا للموضوع الثاني اللي هو شلون نتعلم الانسان اللغه بشكل افضل، اللي هو اريدكم تركزوا لي هنا وتقولوا لي كلكم شنو هاي؟ التعلم اللاواعي. ليش ساكتين؟ نايمين زين؟
مترايقين؟ اكيد؟ مدى اسمعكم بالله. عافيه 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 تمام. هيك اريدكم من اسالكم وهيك تجاوبوني. خوش؟ ترى نزعل من بعض. اوكي؟ تمام. اول شيء هل اقول لكم فد شغله، اقدر استخدم فد شغله؟ اوكي. انا استخدم هاي. المعلومه تدخل للدماغ بهذا الشكل. المعلومه لما تدخل حتدخل عن طريق روابط، هذين الروابط راح يكونوا موجودات. المعلومه لما تدخل حتدخل هيك فد شيء هزيل، فد شيء ضعيف. من اريد اقويها، شلون اقويها؟ اقويها عن طريق اكررها واكررها واكررها. وانا احط لكم مثال كلش قريب عليكم يا طلاب السادس. انتم من تريدون تقرون، حتى مو بس طلاب السادس، كنا احنا طلاب. اذا نريد نقرا شيء ونريد نحفظه شو نسوي؟ نظل نكرره ونكرره ونكرره، كتاب كامل نظل نكرر به حتى بس نحفظه ونكتبه من الامتحان، وبعدين ننساه ولا ندير باله ولا دنيا. المهم، فالفكره ان الانسان لما يريد يحفظ شيء يظل يكرره، وهذا راح يقوي هذا اللينك اللي هو الروابط حتى تظل محفوظه بالدماغ. شنو ربط هذا باللغه؟ اللغه معلومه حالها حال اي معلومه بالمعلومات اللي ناخذها. فانت اذا تريد تقوي معلومتك لازم تظل تكررها. زين شو رايكم ان احنا نقدر نتعلم اللغه بدون ما احنا ندري؟ احنا نتعلم اللغه بدون ما احنا ندري. اعطيكم مثال، تقدر تعطيني الفون مالتك؟ شكرا جزيلا. زين هو ليش منطاني الجنطه؟ ليش منطاني مثلا جنطه مال غسق؟ ليش منطاني تليفونها؟ منطاني تليفونه. ليش؟ ما قلت له تليفونه، قلت له الفون. الفون بالانجليزي معناها الجوال. فاحنا لاوعيا استخدمنا مالتنا الكلمات. اكو 8 طرق و8 خطوات راح من خلالها احنا نقدر نستعمل العقل اللاواعي، وهي حخلينا حرفيا نتعلم اللغه بنص الوقت. نص الوقت اللي احنا حاطين، اللي هن يكونون كالاتي: مالتي ميديا انبوت، ادخال الوسائط المتعدده. مبدئيا من يعرف يعني شنو وسائط متعدده اصلا؟ المحتوى، السمع، البودكاست، الصور، بودكاست، اي شيء يكون الانسان يقدر يسمعه او يشوفه. زين، شلون اقدر استخدم هذا الشيء؟ مثلا انا قدامي كتاب مثلا اسمه بالانجليزي، راح اقراه، راح افكر بشنو معناه. معناه مثلا كتاب ذا جرين بوك، مثلا الكتاب الاخضر، مثلا مسلسل او بودكاست او فيديو يوتيوب، فهيك يكون الموضوع. فبهاي الحاله انتم راح تستخدمون عقلكم اللاواعي بترجمه الاشياء وايضا تعلمها. مثلا حاطيكم فد كلمه، اريدكم كلكم تقولوها. اوكي؟ veterinarian بدأ اسمع والله. veterinarian سهله لا صعبه؟ بوسط. هاي الكلمه انا يوم كامل اتعلمها، فهي معناها طبيب بيطري. اوكي؟ فانتم لما كررتوها، لما سمعتوها، صارت عندكم فكره عن المعلومه، واللي هو ادخال الوسائط المتعدده. ادخال الوسائط المتعدده تقدروا تستخدمون صور، تقدروا تستخدمون فيديو، تقدروا تستخدمون سماع. فهذا هو الوسائط المتعدده. وسائط يعني وسيله متعدده، اكثر من طريقه تقدرون تستخدمونها. الخطوه الثانيه او الطريقه الثانيه هي الدريلينج. بالمناسبه من سامع بالدريل؟ شنو من يعرف الدريل؟ شنو الدريل؟ فهاي ثاني كلمه انجليزيه احنا نستخدمها اصلا. من يعرف شنو دريل بالعربي؟ دريل بالعربي حفا مضرب؟ لا مو مضرب، مضرب الشاكوش. ها؟ عرفها دريل؟ ما نعرفها. انا مره طلعت مثقاب. ما حد يقدر يستخدم مثقاب بالعربي، مثقاب لان هو يثقب. اوكي؟ فالدريلينج معناها التكرار اللي هو دائما يتكرر، واللي انتم اصلا تسوون من تدرسون. اوكي؟ فالفكره بالتكرار، مثلا لما قلت لكم veterinarian كم مره قلتوها؟ قلتوها 4 مرات. الفكره بالتكرار حتى تقدر اول شيء تعرف اللفظ مال الكلمه، وثانيا تعرف كتابتها. واحط لكم معلومه كلش مهمه. ليش اكو ناس ما يقولون وات، يقولون وات؟ كلمات هوايه بلفظ غلط. هذا شنو السبب؟ احنا تعودنا على لفظ. مثلا الكلمه veterinarian انا لو قايلها بلفظ غلط راح تظل عندكم لفظ غلط، راح تتعلمون على اللفظ الغلط. دائما الانسان اول لفظ له هو اللفظ الصحيح بالنسبه له، مهما كان صح له غلط. اوكي؟ فالفكره من الموضوع اذا تريدون تقرون فد شيء او تتعلمون فد شيء، اسمعوه قبل لا تقروه او قبل لا تتعلموه. مثلا عندك قطعه، يفضل اذا انت تريد تتعلم منها فد شيء تسمعها قبل لا تقراها.
حتى لا تقراها بطريقه غلط وعقلك يظل يتعود على الغلط. واذا سويت هالشيء وقريتها بشكل غلط لازم احد يوجهك حتى تتعلم على الطريقه الصحيحه بنفس الوقت. اوكي؟ هذا بالنسبه للتكرار، انه ظل تكرر الكلمات. اوكي؟ الثالثه اللي هي الامبليسيت ميموري، الذاكره الغير المباشره. حرفيا انا هسه دا احكي بالذاكره الغير المباشره. ليش؟ انا اذا استعمل كلمات من العقل مالتي، العقل اللاواعي دا يطلع لي كلمات ودا استخدمها بالحكي مالتي. اوكي؟ فالذاكره الغير مباشره حتخليني مثلا قلت فون وقلت بوك، انا هنا استخدمت عقلي اللاواعي. حطيكم في التعريف بسيط عن العقل اللاواعي. العقل اللاواعي نستخدمه بالاحلام، نستخدمه بالكلام مالتنا، نستخدم اي شيء ما نقدر نستخدم به العقل بشكل مباشر. افضل طريقه التعلم، ملاحظه كلش مهمه، اي طريقه راح تختارها راح تستفاد من عندها، فاختار بيدك ما حد راح يفيدك. اوكي؟ فاي طريقه راح اقولها لنا 5 طرق اني طبعا حاط، بس ذني مو بس الطرق الموجوده، العالم كله اكو هواي طرق، كل يوم تطلع طريقه جديده، لان احنا بعالم كل يوم اكو تحديث، كل يوم اكو ابديت، كل يوم اكو تطور. فهذين ال5 طرق انا حاطهن هن طرق اساسيه على الاقل هم متفقين عليهن، تقدرون تتعلمون من خلالهن، واحنا راح نطبقهن سوا حتى تقدرون ايضا شلون تطبقوهن وحتى تستفادون من عنهن بشكل اكبر. اوكي؟ اول طريقه اللي هي الطريقه اي واحد تقول له شلون اتعلم انجليزي حقول لك افلام ومسلسلات. شكرا جزيلا. اوكي. الافلام والمسلسلات شلون تقدر تتعلم من عندها؟ انتم اذا اختاريتوا فيلم تحبوه اكيد الوقت اللي راح تقضوه به ما راح يكون وقت اللي تقضوه على كتاب ممل، صح؟ فانتم على الاقل تستمتعون تشوفوا، بس بنفس الوقت اذا استخدمتوا هذا الشيء تتعلمون من عنده راح يكون فد شيء احسن. هسه مثل المثال اللي راح يطلع من خلاله، مثلا هسه شلون هسه انا دا احكي، بس فلنفرض انه انا هسه دا احكي بالانجليزي، من خلال اللي تبدا تسمعوه، اول شيء تستمعون انجليزي، فايضا تمرنون عقلكم على الانجليزي، وتمرنون عقلكم انه يستمع اكثر ويتكيف على الانجليزي. بنفس الوقت حتكون اكو سبتايتلز، شلون هسه تقدرون تستخدمون السبتايتلز باللغتين. مثلا هذا لقطه من فيلم انا جبتها، يقول له هاف ا نايس لايف، فانت اذا سمعتها قال هاف ا نايس لايف، نفس الوقت حتكون موجوده عندك اذا تحت السبتايتلز بالعربي. فانت من راح تسمع حتشوف الكلمه اذا جديده او انت اصلا تعرفها، اذا جديده فتحاول توقف الفيديو او الفيلم، طبعا هاور ما تشوفه وتستمتع به، تجي تستفاد من عنده انه توقف الفيلم وتكتب الكلمه هاي الجديده عندك، تحاول انه تتهجاها اذا ما تعرف لفظها، او مثلا تقدر تستخدم برامج على مود هذا الشيء، او تكتب السكريبت تستعمل الترجمه الانجليزيه هنا مثلا. اي اعتقد كل البرامج تقدر تحط سبتايتلز انجليزيه، صح؟ اي، فتقدرون من خلال هذا الشيء انه تحطون الكلمات، ايضا تتعلمون كلش هواي كلمات. بس الشيء اللي ممكن يكون سلبي بهاي الطريقه انه تاخذ كلش هواي وقت، لان انت تخيل فيلم ساعه ونص راح تجي توقفه شويه شويه، انا متعرف الكلمه جديده عليك وتعيده، بس هي بنفس الوقت اذا انت حطيتها من منظور ثاني انت حتتعلم كلش هواي كلمات بنفس الوقت، خصوصا اذا نوعيه الفيلم اللي انت تتابعها او اللي انت تحبها. اوكي؟ هاي اول طريقه، هي تاخذ هواي وقت بس ايضا بنفس الوقت تقدر تستفاد من عندها. اول طريقه. الطريقه الثانيه واللي انا افضلها وكلش هواي تعلمت منها اللي هي الاغاني. شلون نقدر نستفاد اذا اريد نسمع اغنيه؟ مبدئيا الاغنيه هي اكثر شيء نقدر نستمتع من نتعلم منه. ليش؟ اولا العقل لما يربط الشيء اللي تتعلمه بلحن حتكون الموضوع اسهل بهوايه. اعطيكم مثال، لو انطيتكم هسه كتاب، مثلا هذا الكتاب، حقول لك تعال اقرا لي هذا الكتاب وحفظه وتعال باكر، بس احطك اغنيه بداله، حتاخذ الاغنيه ولا الكتاب؟ الاغنيه طبعا. فاي شيء يكون مربوط بلحن او بموسيقى حيكون هوايه اسهل على اللسان، على العقل يحفظه، لانه حيكون مربوط يسموها الذاكره الصوريه. تمام؟ زين، شنو الخطوات من خلالها نقدر نتعلم مثل ما قال هنا الاخ مارت نقدر نتعلم منها الكلمات حتى لو كانت صعبه. اول خطوه واللي خطوه بديهيه انه تسمع الاغنيه، تسمع ايش قد النسبه اللي تعرفها من الاغنيه، او ايش قد نسبه الكلمات اللي تعرفها من الاغنيه. مثلا مثلا تستمتع باللحن وكذا اول شيء، بعدين تشوف ايش قد انت تعرف نسبه من الكلمات. فنشوف على حسب انه مستواك، طبعا اذا مستوى مبتدئ ممكن 5% 10% من الكلمات مثلا، بس اذا انت شفت نفسك ما تقدر اصلا وما فهمت حتروح للخطوه الثانيه اللي هي تسمع الاغنيه بنفس الوقت،
بس اكو فيديوهات على اليوتيوب يسمى بالليركس اللي هي كلمات الاغنيه، وتجي تتبع ويا المغني نفسه الكلمات، فبنفس الوقت انت راح تكون عندك درايه على الكلمات مال الاغنيه، ايضا تقدر تسجلهن عندك بالدفتر حتى تقدر تسوي الخطوات اللي قلناهن، انه تختبر نفسك، وايضا تستخدمهن بالمواقف المختلفه اللي انت تحتاجن بيهن. زين، سويت هذا كله وهم تحتاج انه ترجمتهن الترجمه الصحيحه، مثل ما قلت قبل شويه، كل كلمه تحتاج سياق، كل سياق يختلف المعنى مالته، اوكي؟ فالخطوه الثالثه هي تسمع الاغنيه ويا الليركس اللي قلناها هنا الموجوده باليوتيوب، بس ويا الترجمه. اكو فيديوهات على اليوتيوب كلش حلوه، مثلا تجيب لك اغنيه تكتب لك اياها ترجمه، مو ترجمه، كلمات الاغنيه بالانجليزي، كلماتها بالعربي. هيك انت حتشوف الانجليزي وحتشوف ترجمتها بالعربي، بنفس الوقت انت راح تعرف بالانجليزي شلون كتابتها وشلون نطقها، بنفس الوقت راح تعرف شنو يقصد بها المغني او اللي يقول بها هاي الكلمات، حتى تقدر تحفظ السياق او المعنى مال الكلمه بنفس الوقت. فهاي اكثر طريقه ممكن تكون مثلا انه it's okay you can take a seat. Could you just write your name here? Oh, okay. Yeah, okay. So بس انه تحتاج اغنيه من خلالها انت تختارها تسوي بها ذني 3 خطوات، من خلالها انت راح تطلع اقل شيء 10 15 20 كلمه على حسب المستوى. طبعا نرجع نقول على حسب المستوى. انا بالتركي اذا اسمع اغنيه فتنطبع بس بالانجليزي لا المستوى ضعيف. اي، فتقدر انت تتدرج شوي، مو تجي تسمع لك راب مثلا، الراب يراد لمستوى على الاقل متوسط او اعلى من المتوسط حتى تفهمه، اوكي؟ لان اول شيء سريع كلش، وثانيا الكلمات مالته مو بسهوله تنفهم، لان سياقها كلش يختلف عن سياق الاغاني الثانيه، يكون بها كلمات اكثر، اوكي؟ هاي بالنسبه للطريقه الثانيه، اوكي؟ الطريقه الثالثه اللي هي للكتب، واشرت على عبد الرزاق انه اكثر واحد اعرفه يقرا كتب، اوكي؟ فمثلا نستخدم كتاب انجليزي هنا. كانت الاولى كانت افلام ومسلسلات، اوكي؟ انت تريد تكتبهن؟ لا بس لا اشوف المهارات انه شلون قصد. اوكي ماكو كتاب انجليزي، اوكي؟ خلينا ناخذ اي كتاب، فلنفترض ان هذا كتاب انجليزي، اوكي؟ هذا الكتاب شلون اقدر استفاد منه اذا اني اريد اتعلم انجليزي؟ مبدئيا اول شيء انت على حسب مستواك تختار الكتاب، مو انت مثلا مستواك مبتدئ تجي تقرا روايه الاغاثا كريستي مثلا، فهذا الموضوع حيكون صعب عليك. انصحكم اللي مستواهم مثلا مبتدئ او هيك شيء ياخذ كتب يسمى بالكتب الموتيفيشنال او الكتب التحفيزيه. ليش؟ الكتب التحفيزيه دائما تكون كلماتها بسيطه وسهله الفهم، لان هم يكون توجيههم لهاي الفئه من الناس، انه تكون كلماتها سهله. زين، اخترت الكتاب واشتريت الكتاب وجبت الكتاب، والكتاب حسب اهتمامك طبعا حتى يكون الموضوع ممتع ومفيد بنفس الوقت. شلون راح تاخذ تتعلم؟ حد عنده قلم؟ طيب القلم. اوكي، هذا قلم ما يحتاج هذا. اوكي، راح تبدي تقرا، بس شلون تقرا؟ تقرا مثلا 3 صفحات، وذني 3 صفحات انت تقرا مثلا الكتاب في يسارك والقلم في يمينك وتأشر، مهما كانت عسى ما تأشر الصفحه كلها مثلا، طبعا مو لهالدرجه يعني المفروض. فمثلا تبدي تقرا، اشرت، قريت ولقيت كلمه ما تعرفها اشرها، قريت ولقيت كلمه ما تعرفها اشرتها. ب3 صفحات برايك ايش قد راح تطلع كلمات بهالحاله؟ نفس سالفه الاغاني، اقل شيء راح تطلع ب 10 15 20 كلمه بنفس الوقت، تجي نفس الحاله تجي تترجمهن وتحفظهن وتجي تختبر نفسك بهن حتى تعرف انه انت هل حتى حفظتهن او لا. نفس الحاله احنا حنطبق الاشياء اللي قلناها قبل شويه على كل الخطوات، على كل الطرق، اوكي؟ فكل شيء مترابط بشيء، ماكو شيء يختلف عن شيء مهما كانت الطريقه اللي انت حتتعلم بها، اوكي؟ هذا بالنسبه للكتب. وثانك يو فور القلم. اوكي، هذا بالنسبه لطريقه الكتب. الطريقه الرابعه which is اكثر طريقه مستخدمه بالعالم اللي هي المحتوى. ماذا اقصد من المحتوى؟ لو قرأت هذا ما اعتقد اكو هنا واحد ما عنده هذا اللي هو موبايل، يعني مو موبايلي بس موبايل، ماكو واحد ما عنده موبايل. فاحنا من خلال الموبايل نقدر نتعلم كل شيء حرفيا، مو بس انجليزي، كل شيء يعجبك ببالك هسه، بس اكتب كيف اتعلم كذا، كيف كذا، تاخذ كورس بي، تاخذ يوتيوب بي، وحتى كل شيء صار عندنا بالموبايل.
فانت من خلال الموبايل بس حركز على نقطه معينه اللي هي اليوتيوب. انت من خلال اليوتيوب تقدر تتعلم كلش هواي شغلات، بس حنختص بالانجليزي. الانجليزي انت تقدر تستخدمه بطريقه تستفاد من عندها. مثلا سواء تريد تتابع المحتوى الاجنبي اللي هو المحتوى باللغه الانجليزيه، من خلاله تظل تسمع وتظل تعود عقلك على الانجليزي ويتكيف وياه اكثر. وحنرجع لسالفه العوده اللي خطيه كل ساعه اطلعها. حيظل عقلك ما راح يشوف الانجليزي شيء غريب عليه، مثل ما اول مره يسمع اغنيه، مثل ما اول مره يشوف واحد يحكي انجليزي، راح يظل يتعود، راح يكون الموضوع سهل عليه. فاذا ظليت تعود نفسك تسمع محتوى انجليزي راح يكون الموضوع هوايه احسن عليك، راح تفهم بشكل اسرع، راح تستوعب بشكل اسرع. اما اذا شفت محتوى عربي فتحتاج انه يكون اكو الا سبتايتلز انجليزيه. اكو قناه على اليوتيوب انا اعرفها، قبل شوي ناقشنا انا وصديقي حسن، اللي هي قناه اسمها اي بي توكس، اللي هو اسمه انس بوخاش، اتوقع يمكن تعرفوه. هو الحلو بالفيديوهات مالته شو يسوي؟ مثلا هسه انا احكي عربي، السبتايتلز انجليزيه، اذا حكي انجليزي حتكون السبتايتلز عربيه، فانت بنفس الوقت راح تعرف شلون تنطق، وراح تعرف الكلمه المكتوبه، وراح تقدر تتبع وياه وهم تكتب وياه. فهاي اكثر من رائعه هاي الطريقه، وصراحه انا كلش هواي تعلمت من عنده كلمات، وايضا بنفس الوقت هم تستفادون. لان صراحه انس بوخاش من الناس اللي كلش محتوى انترفيوز، مقابلات ويا ناس مشهورين كلش. يعني مثلا بالضبط هذا تابعي صح؟ اوكي. فهم راح تتونس، لان صراحه هو اسلوبه كلش حلو، يحكي باشياء نفسيه والاشياء اللي مثلا قصص هم ممكن تستفاد من عندها، وجاب هو ناس مثلا مشاهير عالميين هم، فايضا تقدر تستفاد من القصه مالته، وهم نفس الوقت هم تتعلم انجليزي. سيره ذاتيه مثل بالضبط اللي هي بايوغرافي، فايضا تستفاد من عندها. اوكي. الطريقه الاخيره واللي هي الخامسه واللي هي حسميها الاكثر التزاما، اللي هي الكورسات والورشات. حاليا انتم داخلين ورشه محاضره، انتم انجيتوا على مودها، على مود تحضرون وتسمعون. هنا صار عندك نوعا ما التزام بالموضوع. يعني انت مو براحتك مثلا تقول يلا شو كنت ما اريد مثلا اشوف هذا الفيديو عادي، بس هنا صار عندك التزام. مثلا نجي بالنسبه للكورس، اذا احد سجل كورس مثلا راح يكون اكو احد يوجهه، راح يكون اكو احد يقول له انت هيك سوي، راح يكون اكو احد يقول له شنو الشيء المفروض انت تسويه حتى تتعلم. راح يكون عندك التزام. مثلا انت حاط ببالك تتعلم انجليزي ب6 اشهر مثلا، بس انت ممكن عادي تقدر اكثر، لان انت براحتك، ما حد يوجهك، ما حد يكون فوق راسك مثل ما نقدر نقول. بس اذا دخلت كورس، الكورس مثلا الكورس مالتك شهر، انه بعدين تتدرج بيه مثلا، راح يكون اكو واحد يوجهك. ممكن انت اقل من 6 اشهر، ممكن اكثر من 6 اشهر، بس اكو التزام. هنا عقلك راح يكون تحت ضغط انه لازم يطلع احسن ما عنده حتى يقدر يتعلم خلال هذه الفتره. تمام؟ فهاي الخطوه هي الاكثر التزاما. زين، هسه حسألكم سؤال، يا هي اكثر طريقه عجبتكم من ذني ال5 طرق؟ مسلسلات. الاغاني والكورسات، لانه انا يمكن اخذ التزام عندي وقت معين راح التزم واتعلم، لانه انا اذا اعتمد على بس تليفون اعرف روحي. طب الانستغرام مظلين احضر على الانستغرام واسجل طبعا الكل مو بس هي. مثل اليوم لا اضطريت اقعد ب9 يومين، ما قعدت ب9، اضطريت اقعد ب9 اكمل. هذا هو نوع الالتزام اللي انا كنت احكي عنه. اي استوعب حاليا اللي يصير. اي راح احس هذا مش فعال وياي. كلش حلو، كلش حلو. كتب. بالكتب. محتوى. محتوى. فالاغلبيه تتفق على المحتوى. ليش؟ لان موبايل، لان 24 ساعه متوفر ويانا، ما حد يقدر يطلع بدون موبايله، which is a good thing. فهذني كلهن هذني الطرق. وارجع وانوه انه مو بس هذني ال5 طرق الموجوده، اكو كلش هواي طرق، بس انا هذني الطرقات الهن لان هن الاكثر انتشارا. اوكي؟ هسه نجي للنقطه الاخيره which is discussion time. فالفكره من الموضوع هسه راح يكون اكو نقاش بالانجليزي عن الاشياء اللي هسه اخذناها. Okay, so the first question I'm gonna ask about this workshop. أول سؤال راح أسأله عن هذه الورشة. What is the best way you found about learning English for you? أترجم؟ شنو أفضل طريقة شفتها لك ممكن تتعلم بها الإنجليزي؟ تقريبا أغلبيتكم متفق على listening. So I will give you a final advice for our workshop. You need to listen a lot. تحتاجون تسمعون هواية. We need to speak a lot. تحجون هواية. We need to also try a lot.
تحاولون هوايه. even if you failed when you speak English at least you are trying. حتى لو اذا خطأتوا تعلمكم على الاقل انتم تحاولون، فحتصححون الطريقه تتعلمون بها عن طريق الاشياء اللي قلناها. وايضا اكو اشياء ثانيه مثل طرق ثانيه تقدرون تختارون ايضا، بس الفكره من الموضوع تختارون طريقه معينه وتظلون تركزون بها حتى لا يصير عندكم تشتت، لان الانسان لازم عنده خطه يمشي عليها حتى يقدر يتعلم طريقه صحيحه. فبالاخير احب اقول لكم شكرا جزيلا ان حضرتوا، وان شاء الله استفادتوا من الشيء اللي قلته لكم، حتى الاستفاده بسيطه حتى تقدرون من خلالها تتطورون باللغه وباي شيء تقدرون تتعلمون. بالمناسبه هذين الاشياء اللي قلناها مو بس ما تخص بس اللغه، تخص ايضا اي شيء تريدون تتعلموا بحياتكم. ف best of luck and thank you very much for your attending and thank you very much. Okay.